السلام عليكم، فيديو جديد وتلخيص جديد. فيلمنا النهاردة هو فيلم السادة الأفاضل. فيلم من أحداثه هتضحك كتير وتفتكر إنه فيلم كوميدي، لكن في نهاية الفيلم بتوضح الرسالة اللي الفيلم بيقدمها. ففي البداية نصلي على النبي ويا ريت لايك بسيط منك هيفرق معايا جدا. ويلا بينا. بداية الفيلم وبنشوف جلال اللي هو يبقى أبوهم مجمعهم حواليه وبيحكي لهم عن نفسه وإنه إزاي بنى نفسه بنفسه واللي بجيبه ما كانش ليه، وعمره ما دخل بيته جنيه حرام أبدا، وكله من شقاه وتعبه. وبيوصي طارق ابنه الكبير ياخد باله من الأرض والمحل بتوعه، وبعدها بيتكل على الله وبيفرق الدنيا. وبتصوت مراته وبنته وبيعملوها محزنة. أما طارق الكبير فبيقرر يمسك نفسه وبيأمر الرجالة يبلغوا الجامع علشان يذيعوا الخبر في البلد كلها. وبعدين بيرفع السماعة على أخوه حجازي اللي عايش في القاهرة وبيعرفوا بالخبر عشان يلحق يجي قبل الدفنة. الناحية التانية بنشوف الجوهري ودنيا اللي بيجيبها علشان تسليه قاعدين سوا، ومرة واحدة بيسمع صوت الميكروفونات بتاع الجامع وهي بتعلن الخبر. فبتقوله ده الحاج جلال بتاع الحواوشي. فبيقول لها أيوة، اللي بيته لازق في البوسطة. شوية وبيستوعب كلامه وبيسرح. أما هي فبتقول الله يرحمه ويحسن إليه، كان راجل كريم واللي في جيبه عمره ما كان ليه. وبيرفع تليفونه علشان يكلم صاحبه فاروق وبيرسيه على الحوار اللي جه في باله. في الوقت ده بنشوف فاروق واقف حارس مرمى ومتفق يخسر الماتش علشان يطلع له بقرشين حلوين، وبيحكم الحكم ضربة جزاء وعلى حظه ربنا بيرزقه بالعيب مش بيفهم. بيشاور له على انه يترمي من ناحية اليمين على اساس انه يشوط الناحية التانية، بس اللاعب شاط على يمينه برضه. سبحان الله. فبيصد فاروق الكرة وبيصفر الحكم وبيعلن نهاية الماتش، وبيضيع الفرصة على الفريق التاني ان هم يجيبوا جون لانها كانت اخر دقيقة، وطبعا ده ضد الاتفاق. فبيجري قبل ما يتمسك، وفي اللحظة ديت بيتصل جوهري عليه. فبيقول له الحقني يا جوهري المصلحة طارت وكسبنا الماتش. فبيطلب منه إن هو يجيله على البيت دلوقتي لأنه عايزه في مصلحة جديدة. وفي بيت جلال بيجي أخوه خير أبو الفضل وبيبص عليه نظرة وبيودعه وبيقول له طارق، جلال ما كانش أخويا بس، ده كان صاحبي وظهري وشريكي. فبيرد عليه ربنا يصبرك ويصبرني يا عمي. وبعدها بيسأله هو أنت كنت عايزني في إيه؟ فبيقول له إنه عارف إنه مش وقته بس مضطر يحكي له لأن كان في مصلحة بينه وبين أبوه بملايين ولازم يلحقوها بسرعة قبل ما حد يحط إيده عليها. ولما طارق بيطلب منه يوضح له بيقول له أبوك من كام سنة لقى مقبرة عنده في حتة الأرض بتاعته وبنى عليها مستوصف خيري علشان ما تتشمش، وبقى يطلع منها ويأكلكم ويأكل الغلابة. وأنا كنت شريكه، كنت بساعده يطلع الحاجة وبشوف له بيعة كويسة ليها. فبيرد عليه وبيقول له إيه الكلام ده يا حاج؟ أنت قصدك إن أبويا جلال أبو الفاضل تاجر آثار؟ وقتها خيري بيأكد له حقيقة أبوه وبياخد على خاطره إنه بيكدبه. فبيرد عليه وبيفهمه إنه استغرب لأن أبوه كان بيحكي له كل حاجة وعمره ما جاب له سيرة عن الموضوع دوت. فبيبرر لأخوه المتوفي وبيلفت نظر طارق إن ممكن خاف من ردة فعله، ولو عرفوا إن هو فتح بيته بفلوس حرام. فبيرد تجارة الآثار مش حرام، ليه الحاجة في أرضه تبقى بتاعته. بيبقى واضح إن طارق ما عندوش مشكلة في تجارة الآثار زي عمه. فبيطلب عمه منه إن هو يجي معاه دلوقتي علشان يأمنه على الأمانات اللي في المقبرة. فبيقول له نروح فين يا عمي؟ أنت عايزني أفوض خارجة أبويا؟ فبيرد عليه أمال يعني هنسيب ملايين مرمية في الأرض؟ بس طارق بيطلب منه يستنى شوية لحد ما أخوه حجازي يجي علشان يقف معاه ومع أخواته. وساعتها خيري بيقول له الفلوس هي اللي هتقف معاكم. فبيرد عليه بإن الناس هتاكل وشه، فبيقول له الفقر هو اللي هياكل وشك. كده احنا اتأكدنا ان فعلا عمه بتاع الفلوس وبس. ولسه طارق بيوضح له ان هو معهوش مفتاح المصاصة، فبيروح ناحية جلال وما بيراعيش حرمة الميت ولا غيره، بيشد المفتاح من رقبته وبيقول له اخويا وانا عارفه كويس ما كانش المفتاح بيفرقه. على الناحية التانية بنشوف فاروق بعد ما راح عند جوهري وبيطلب منه يحكي له عن المصلحة اللي هو جايبه علشانها. فبيفهمه جوهري وبيقول له احنا هننط على البوسطة ونقشطها، وعرفت ان المعاشات لسه ما اتصرفتش واجلوها بسبب دخلة العيد، يعني الخزنة جوه هتبقى عمرانة. وبيجيب له ورقة وبيرسم له مربع وبيعرفوا ان دي البوسطة اللي هيقشطوها، وبيلفت نظره انها لازقة ببيت جلال وانه لسه متوفي، يعني البيت عنده كله هيبقى حركة وناس داخلة وناس خارجة وسهل يدخلوا وسطهم ويطلعوا من هناك على السطح، ومن السطح ينطوا على البوسطة. لحظتها بيسأله فاروق وبيقول له ازاي بقى نطلع على سطوح جلال. فبيعرفوا ان في واحد من جوه البيت هيساعدهم. وفي نفس الوقت دوت بنشوف محمود العويل، وده بيبقى لقب ومش قصدنا نغلط فيه، وبنعرف انه ابن خيري بس بيبقى فاقد الامل فيه بسبب مصايبه كتير. واول ما بيرن ابوه عليه بيتوتر وبيبعد بعيد وبيرد عليه، ولما بيسأله خيري كنت فين وما بتردش على تليفونك ليه، بيعرفوا انه كان بيصلي اخر يوم تراويح. فبيقول له هو في تراويح ليله العيد؟ وساعتها بيعرفوا انه متصل علشان يبلغه ان عمه جلال تعيش انت، وبيديله اوامر ان هو يروح بيت عمه ويقف زي الرجاله وياخد عزاه. فبيقول له ما تقلقش يابا هشرفك. فبيرد عليه اتلهي انت تعر بلد. وفي الطريق بيشاور خيري لطارق انه يدخل يمين، فبيفهمه انه عارف السكه كويس لانه اشرف على بنى المصاصب بنفسه. فبيرد خير عليه بانه
ولا كان هيتبني ولا كان هيشوف النور لأنه كان مبني على باطل. وقتها طارق بيقفل الكلام عليه فبيتضايق إنه طارق بيشك في كلامه، فبيديله أمارة بيتهم الجديد وتعليم أخوه حجازي والفرح الكبير اللي كان هيتعمل له في أكبر الفنادق في مصر، كل دوت من محل الحواوشي مثلا. فبيبتدي الإحساس عنده كأن عمه بينبر عليهم وفي عيشتهم. ولما بيصالوا بيكمل النبر بتاعه بيقول له: انت فاكر ان بركة الحواشي هي اللي فاتحة بيتكم؟ دي بركة الأسرة 18. وبعدها بيدخلوا على مكان المستوصف وبيفتح خيري باب المقبرة. وفي البيت بقى بنشوف حمدي الولد الصغير اللي هو يبقى ابن أخت طارق، اللي يبقى جده جلال أبو الفضل الحاج اللي مات، وهو مشغل أغنية أهلا أهلا بالعيد في وسط العزا، وبيرفض يغير طعم العيد بتاعه. وشوية ويدخل حجازي عليهم وهو بيكون أصغر ابن الجلال، وبنعرف إن ده الدكتور اللي عايش في القاهرة. وأول ما حمدي بيشوفه بيمسك فيه وما بيسيبوش عشان يديله العيدية. وبعدها بيسلم على أمه وأخته تقرب سميرة عليه وبتكمل ندبها وبتقول لأبوك كان بيحبك وكان نفسه يجوزك. فبيقطعها ويعرفها إن دلوقتي مش محتاج غير الدعاء. وبيتأثر لما يسمع اسم أبوه بيتقال في ميكروفونات الجامع. وبنرجع مرة تانية عند خيري وطارق بعد ما نزلوا المقبرة. وقتها بينبهر طارق بيها وبيقول له: دي مقبرة فرعوني بجد. فبيرد خير عليه بإنها مقبرة فرعوني متقشطة وبيدعي على جلال. فبيوقفوا طارق وبيفهموا إنه ما يصحش كده. وساعتها بيقول له: لا مش عيب، انت مش شايف حواليك ابوك قشط المقبره واكل حق اخواته. فبيدافع طارق عنه وبيقول له: ابويا ما خدش حق حد، انتوا ورثتوا حته الارض دي عن جدي الله يرحمه وقسمتوها ل3 حتت، انتوا اخدتوا الحته اللي على الطريق وابويا خد الجوانيه. وقتها بيلمح انه اخدها علشان عارف اللي فيها. فبيقول له طارق: الله يرحمه طلع من قصور وقال لك على اللي فيها. فبيعرف خيري ان المقبره ديت كان فيها موميا تساوي ملايين بالاخضر. وبيسأله لو عنده فكرة عن مكانها. فبيرد عليه وبيقول له: معرفش، يبقى روح اسأله. فبيتضايق خيري من الطريقة اللي بيكلمه بيها ابن أخوه. فبيقول له: لا مؤاخذة يا عمي، أصل أبويا توفى من شوية وعايز أروح أدفنه، بعد إذنك يعني. وبنشوف حجازي وهو داخل أوضة أبوه بيتكلم معاه وبيقول له: أنا عمري ما عملت فيك حاجة وحشة أبدا إلا حاجة واحدة بس. وبيعترف إنه كان بيستعر منه هو وإخواته. في اللحظة دي بترن خطيبته لميس وبتطمن عليه. فجأة بيلمح علبة جنب السرير بتاع أبوه وعليها اسم أبوه. وأثناء ما بيفتح العلبة بتطلب منه لميس إن هو يبعت لها اللوكيشن عشان تجيله. بس بيصوت وبيقول لها: يا نهار اسود، مش بنبقى عارفين او فاهمين هو بيقول لها كده علشان هتجيله ولا علشان العلبه اللي هو لقيها، لانه لقي في العلبه حشيش وطلع ابوه كان صاحب مزاج. فبتزعل لميس منه وبتفتكر ان هو بيتكلم عليها وبتقول له: انا كل مره اقول لك ان انا عايزه اجي واشوف اهلك بتأجل الموضوع. وبتلمح ان هو بيعمل كل دوت عشان مش عايزها تشوف نورة بنت عمه. وساعتها بيوقفها وبينبهها انها بتتكلم عن خطيبة اخوه، يعني من 7 المستحيلات يكون ما بينهم اي حاجة. وبعدها بيقفل معاها لما بيدخل عليه عمه رياض وبيروح كمان ناحيته علشان يودعه. اما حجازي فبيطلع بره. تاني يوم الصبح بيلفت رياض انتباههم ان هما يجيبوا فطار للرجاله. فبيعترض خيري وبيقول له: لزومه ايه كل دوت؟ بعد الدفنة كله هيجي ويتغدى، هنفطرهم ونغديهم يعني. فبيرد رياض عليه وبيقول له: يعني عاجبك المنظر دوت؟ نشوف محمود في الوادي دوت عمال ياكل كحك وسط العزا ويفرقه عن الناس. فبيتكسف خير من ابنه اللي فاتحه في كل حتة. أما طارق فبيتصرف وبيبعت يجيب أكل للرجالة. وبنروح لفاروق وجوهري وبنعرف إنهم اختاروا محمود علشان يساعدهم. فبيترعبوا وبيقول لهم: يعني احنا نسرق الحكومة؟ وبيفهمهم إن الموضوع كبير، كاميرات وأمن وموال ملوش آخر. بس بيطمنوا جوهر وبيقول له إن الحوار بسيط، وبيقول له إن الراجل بتاع الأمن راجل كبير وعلى وش معاش وما بيخرجش من الكشك بتاعه. أما بالنسبة للكاميرات فأنا عامل حسابي في كمامات تخبي وشنا خالص. ووقتها بيفهموا فاروق دوره إن كل اللي هيحتاجوا منه إن هو يطلعهم على السطح ويقف يراقب الطريق لا أكتر ولا أقل. وساعتها بتوصل لميس بعربيتها بتسأله: أنت تروح بيت جلال أبو الفضل منين؟ وبتوصل لميس وبتروح لحجازي وبتعزيه. ياخد حجازي لميس علشان تقدم واجب العزاء. ولسه هتميل على عمه خير وتبوسه بيمنعها بسرعة وبيعرفها بيهم وبياخدها على جنب وبيسألها: ايه اللي انت لابساه دوت؟ بتستغرب وبتقول له ان عمر ما حد هيركز معاها في وسط العزا، لكننا بنشوف نص سكان البلد واقفين من بعيد وبيبصوا عليها. فبيقلع الجاكيت بتاعه وبيغطيها بيه وبيوصيها ما تاخدش على حد ولا تتكلم مع حد كتير. على الناحية التانية بنشوف جوهري وبينبه محمود ينفذ اللي هما متفقين عليه، انه يمثل انه جات له دوخة وبيساعدوه. لكن خير بيوقفهم وبيقول له: مالك؟ فبيرد عليه بانه تعبان ومش مصدق ان عمه جلال اتوفى. لكن ابوه بيستغرب وبيلفت نظره انه كان مصدق من ساعتين عادي وكان واقف ياكل كحك وبيشك فيه انه راجع يشرب تاني. فبيحلف له انه مبطل. وجوهري وفاروق بيقولوا له ان هو مبطل من زمان. وساعتها بيسيبهم يدخلوا بيه البيت ويساعدوه بياخدوه ويعدوا لحد ما يطلعوا على السطح. بيوصل العازة سمير ايطاليا ومعاه جردات كل واحد فيهم بعرض الحيطة. اما حجازي فبيسأل طارق وبيقول له: مين بقى دوت؟ فبيقول له ان هو ابن غفير المدرسة. فبيستغرب وبيسأله: ازاي اتغير كده؟ كنت سمعت انه اتحبس. فبيحكي له ان هو خرج من مدة وربنا فتحها عليه
وأسس شركة سياحية. فحجازي بيقول له تعب يعني وبقى كويس، فبيرد عليه بيقول له تعب ايه، ده وسع المجال وبقى شغله دولي. وبيدخل سمير العزا وبيعزي الكبار، وبعدها بيجي وبيقرب منهم وبيتضايق لما طارق بيناديه بسمير كده حاف. فبيقول له الله يرحم جلال كان معرفني ان سره معاك وانه كان بيحبه قوي. فبيرد طارق عليه وبيقول له هنعمل ايه بقى، امانة ربنا ولازم ترجع. فسمير بيطلب منه يتكلموا في حتة لوحدهم. على الناحية التانية بنشوف خطة جوهري وهي ماشية بالمسطرة، وفعلا بيبقى بيت جلال اللي بيطل على البوسطة لحد ما بيبص فاروق على فرد الأمن. وساعتها بينادي على جوهري وبيقول له هو ده فرد الأمن اللي على وش معاش، ده على وش جواز. فبيصرحوا بيقول له إن هو مخطط الحوار دوت من يجي سنتين، ويمكن الراجل طلع معاش فعلا من الشغل ومن الدنيا كلها. ولما بيتشائموا كلهم بيقرروا ان هم ينهوا الليله. جوهري بيعرفهم ان كل حاجه ليها خطه بديله، وبيروح ناحيه السور عشان يعرف يتكتك براحته. وبيفكر ساعتها بيلمح دنيا وهي رايحه لفرد الامن، فبيقول لهم خلاص يا رجاله اتحلت، وبيفهمهم ان هي هتلهيه لحد ما هم يخلصوا. فبيضحك فاروق بيقول له بتتعب دنيا دي برضه. فبيرد جوهر عليه بيقول له الليله عيد بقى السيزون بتاعها. وبعدها بيلبسوا كمامات الاطفال اللي معاهم، وبيعلق محمود وبيقول لهم انتوا لابسين كده ليه، بيقول له عشان نعرف نقضي المصلحه. وبنرجع عند بيت جلال وبنشوف طارق وسمير وهم داخلين اوضه لوحدهم علشان يعرفوا يتكلموا براحتهم. وقتها بيجي له سمير دغري وبيساله حاجتي اللي عند المرحوم فين. فبيعرفوا ان هو مش فاهم يقصد ايه. فبيجاوبوا بانه يقصد الموميا، ولسه هيقول موميا ايه سمير بيدي بكف ايده على طارق، وبيرفع سمير مسدسه عليه وبيقول له سمير بيه ولا. وبيفهموا ان في موميا في مقبره ابوه عينها بنفسه ودفع عربون فيها 5 مليون، وبيهددوا ان هو يتصرف ويجيبها له وياخد بقية حقه، يا اما يرجع الفلوس العربون ما يقلوش مليم. وبيقول له ان هو راجل زعله وحش قوي. طارق بيحلف له ان هو ما يعرفش حاجه. فبيرجع سمير يهدده وبيرفع مسدس في وشه. في اللحظه دي طارق بيقول له اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا سمير بيه. فبيدوله سمير مهله ساعتين، وبيقول له ساعتين والثانيه مش هعمل حساب لحرمه ميت ولا متوفي، وهمسح بيك بلاط الارض. وفي الوقت دوت بيعدي جوهري وفاروق الناحيه التانيه علشان يبداوا ينفذوا الخطه بتاعتهم ويسرقوا البوسطه. اما محمود فبيقف مكانه وبيراقب لهم السكه، وبيدخلوا ما بيلاقوش حد. ودنيا بتعرف تلهي فرد الامن، وبيفتحوا الخزنه وبيوقعوا الباب بتاعها بالغلط، وطبعا بيعمل صوت. فرد الامن بيسمع الصوت وبيعرف ان الصوت جاي من اوضه الخزنه، فبياخد المسدس بتاعه وبيروح جري على اوضه الخزنه وبيدخل وبيرفع مسدسه عليهم. ووقتها بيرفع جوهر ايده وبيعرفه ان هو اللي مخطط لكل دوت. فبيساله انت دخلت هنا ازاي، فبيعترف من قبل ما ياخد حتى اول قلم، وبيعرفوا ان هو جاي من على سطح الحاج جلال، ومحمود العويل هو اللي ساعدهم. فجوهري بيهجم عليه وبتدور بينهم عركه، وبيرفع السكيورتي مسدسه على الجوهري وبيهدده بحياته. ساعتها بيظهر فاروق من وراه بانبوبه اللحام، فبيروح مديله على راسه وبيساله فاروق اتعور. فبيرد عليه بيقول له اتعور ايه ده مات. وبنشوف طارق وهو داخل اوضه ابوه وبيقول له كده برضه يابا تورطني مع راجل زي دوت زعيم عصابه ومالوش كبير. وبيحكي له انه مش عارف يتصرف، وبيهدده ان هو هيأذيه ويأذي عيلته لو مرجعلوش بالفلوس. وبيقول له الله يسامحك يا حاج على اللي عملته فينا. لكن مرة واحدة بنشوف جلال قاعد قدامه وبيرد عليه، وما بيبقاش هو بيتخير ولا حاجة، بيكون عايش فعلا. وكل دي تمثيلية. وسميرة مراته اللي كانت بتنوه عليه في بداية الفيلم هي كمان عارفة كل حاجة ومرسية هي وطارق. يا ترى بقى كل الحوار دوت معمول ليه، وهل هينجح في الآخر ولا لأ؟ ده كان الجزء الأول من الفيلم. الفيلم طويل، لو مستني الجزء التاني يا ريت تكتب لنا في التعليقات، وإن شاء الله ينزل في أسرع وقت. يا ريت الفيديو يكون عجبك وما تنساش اللايك. السلام عليكم.